السلام عليكم، أنا يوسف فتحي، وده خامس فيديو من The Agent Story Playlist، ودي البلاي ليست اللي بنشرح فيها ال AI Agent بكل تفاصيله، والنهارده إن شاء الله سيشن الترانسفورمر، وهنراجع كمان على الأجزاء اللي فاتت سريعًا كده. طيب خلينا مشينا كده خطوة خطوة من أول البرومبت لحد الموديل لما يجي يطلع الأوتبوت توكن. فخلينا كده نريكاب أول خطوة الموديل، بعد كده أو البرومبت، بعد كده التوكنايزر. طيب في التوكنايزيشن كل اللي بيحصل إن إحنا الprompt عنده الprompt بتاعنا بيبدأ يتقسم لtokens زي كده. كل token بيبقى ليها ID. الID ده موجود ثابت، يعني معروف دايمًا إن كلمة capital هي الID ثابت بتاعها 3104، نفس الكلام off دايمًا 77. فالoutput اللي بيحصل من مرحلة الtokenization إن هو بيreturn الID بتاع كل token في الprompt بتاعنا. طيب تاني مرحلة عندنا هي مرحلة الembedding والpositional encoding. خلّينا كده برضه نراجع الembedding ونتكلم على الpositional encoding بقى بتفاصيله شوية. في الsession دي أنا عايز نفهم كويس concept الvector عشان خاطر ده هنستخدمه كتير أوي. خلّينا بس كده نركّاب كده سريعًا. إحنا عندنا أي AI model مكوّن من بيبقى عندنا مجموعة known examples training data، وبنبدأ عندنا في حاجة اسمها الweights زي كده في الstraight line الM والC، وده الموديل اللي هو y equal mx plus c. فبنبدأ كده نtrain الموديل لغاية ما نطلّع الweights اللي هي الأرقام اللي بتقدر تطلّع لي الequation اللي بعد كده بقى لمّا أحُط أي x يطلّع لي output y. وده الconcept بتاع أي AI model. يعني إحنا عندنا برضه AI model اللي هيبدأ يخلّي أدّي له input prompt ويpredict كلمات، هو mathematical model برضه. وبيبقى فيه weights عبارة عن ماتريسيز كتيرة بقى، بدل ما كان هنا مجرد M وC ماتريسيز كتيرة، والequation دي بقى represented بالtransformer اللي هنتكلم عليه كمان شوية. وبرضه concept تاني إن إحنا عندنا الoutput بتاع الLLM model هو token. يعني مثلًا لمّا آجي باسأل what is the capital of France بيبدأ يطلّع token. فمثلًا في اللحظة دي طلّع إن الoutput باريس بنسبة 91% وليون بنسبة 4% وهكذا. خدنا باريس هي الoutput، وبعد كده دخّلنا الoutput اللي طلع الprompt مع الoutput اللي طلع للoutput الجديد وهكذا. فالexpected output من الstage بتاعتنا إن إحنا نطلّع بس one token كإنه كده auto completion بس داخل في loop. بما إن إحنا دلوقتي داخلين على AI model واللي هو mathematical model، فإحنا محتاجين mathematical representation للكلمات، فيبقى كل كلمة كده تبقى represented بأرقام. حاجة زي كده كلمة the represented بvector زي كده. كلمة capital اللي هي ID كذا هتبقى represented بvector زي كده. فهي دي مرحلة الembedding. بيبدأ يmap كل كلمة بقى بعد ما داخل له الinput الID بتاعها، يبقى في table كبير كده يقول ده الID اللي هي بتاع كلمة the، يبقى ده الembedding vector بتاعه. عايزين بقى نفهم دلوقتي إيه الembedding vector، إزاي vector بيعبّر عن كلمة. طيب تخيلوا كده إن الحياة ما فيهاش غير يعني إحنا دلوقتي عايزين نفهم إزاي كلمة represented بvector، يعني إيه حاجة زي كده أصلًا. فتخيلوا الحياة ما فيها بس مجموعة كلمات بسيطة كده زي كده، يعني مثلًا في الحقيقة هتلاقي في بتاع 50,000 أو أكتر من الكلمات. دلوقتي لأ، تعالوا نتخيل كده إن هم الset of كلمات دول، وعايزين نبدأ نrepresentهم بأرقام. فهتلاقي إن إحنا ممكن نقول خلاص إحنا ممكن نعمل vector مكوّن من 4 أرقام كده زي كده. هيبقى الdimension الأولاني لو الحاجة عايشة أنتم يعني لو تخيلتوا كده هتلاقوا إن إحنا الvector ده بيrepresent properties الكلمة أو characteristics الكلمة. يعني إيه dog ده عبارة عن إيه، وcat عبارة عن إيه، عشان بعد كده قدّام لمّا آجي أسأل سؤال ليه علاقة بالحاجة دي أو بالكلمة دي، فأقدر أmatch السؤال بالكلمة عن طريق الcharacteristics دي. فهو الكمبيوتر أو الAI مش هيشوف الكلمة، هو هيشوف الcharacteristics بتاعتها. فكأني باقول إن is living الdog ده is living وآمم بprobability عالية أوي وon land كمان، بس هو cannot fly، فهتلاقي الdimension ده رقم صغير. وهو مش wild أوي، يعني يعتبر برضه إيه، حيوان مش lion أو مش حيوان مفترس يعني. نفس الكلام هنيجي عند lion هنلاقي لأ، هو wild بنسبة عالية، وبرضه في نفس الكلام on land وis living. هنلاقي إن يعني الanimals كلّهم بيشتركوا مع بعض في بعض الحاجات. هتلاقي dangerous مثلًا مشتركة مع الlion إن هُم الاتنين wild. فهي دي بكل بساطة موضوع الvectors، إن إحنا بنrepresent الكلمة عن طريق كده زي vector. الvector ده كل dimension كإنه بيعبّر عن حاجة.
إحنا كده فهمنا يعني إيه فيكتور، بس إحنا في الحقيقة طبعًا ما عندناش بقى set of كلمات كده بسيطة فقادرين نrepresentها بcharacteristics معيّنة لأ، عندنا كلمات كتير جدًا. فاللي بيحصل إن إحنا بنبدأ بقى نجيب millions of data من على النت، ونبدأ نtrain بيها AI model. الAI model ده يبدأ بقى يcalculate الweights بتاعته، وهي دي الembedding vector. فهتلاقي مثلًا for example دايمًا كده بنلاحظ إن كلمة Egypt وكايرو موجودين مع بعض في الcontext، فهنلاقي مثلًا في dimensions زي كده بقت قيمتهم قريبة من بعض، فالdimensions دي تقريبًا بتrepresent لو الحاجة دي location، فهتلاقي كل الحاجات اللي ليها locations في dimension معين قيمته كله عالية. بس إحنا الحاجات دي بقى يعني مش بنديفاينها بنفسنا، هو الAI بيبدأ يخش في training process مع نفسه لغاية ما يطلع هو بقى الvectors بعد مرحلة training كبيرة. فبعد مرحلة الtraining بقى كده هيطلع لنا الvectors كلها متسيفة في زي table كده كبير جدًا، فبنخش بقى مثلًا عندنا كلمة Egypt الID 5602 زي كده ما اتكلمنا في اللي طلع من الtokenization، فبنخش كده بالID ده ونscan من الtable نجيب الvector المقابل ليه، وكده عرفنا إن خلاص كلمة Egypt بقت الvector بتاعها هو ده. وحاجة كمان لاحظناها إن إحنا الvectors دي لمّا تبقى represented كده ب2D space، الكلمات اللي ليها semantic meaning قريب من بعضه زي كايرو وEgypt هنلاقي الأنجل ما بينهم صغيرة أوي، والكلمات الأنجل دي بقى ممكن بعد كده نبدأ نعمل similarity ونشوف إيه الكلمات اللي ليها علاقة ببعض وإيه اللي ما لهاش، وده هيفيدنا بقى بعد كده في matching الأسئلة مع الأجوبة. وهنلاقي الكلمات اللي ما لهاش semantic meaning قريب من بعض زي apple وكايرو الأنجل ما بينهم بعيدة أوي. ولو هنلاحظ هنا إن مثلًا هنلاقي dimension 1 مثلًا، dimension 1 ده هتلاقيه مثلًا عالي في Egypt وكايرو، بس هتلاقيه في Apple قليل أوي. نفس الكلام هتلاقي مثلًا الحاجات اللي ليها علاقة بالfruits مثلًا هتلاقي في dimension معين عالي عندها، وهيبقى قليل عند الحاجات اللي فيها locations. فهو بقى بيبقى بدل ما كان array من 4 dimensions بيبقى تلاقي array من 17,000 dimension أو array كبير جدًا بقى على حسب كل model بيبقى الرقم ده متغير، وبيبقى بقى بيبدأ يrepresent كل الكلمات اللي عندنا. طيب حلو جدًا، إحنا دلوقتي عملنا representation لكل كلمة بvector، وقلنا الvector ده بيrepresent characteristics الكلمة. بس في مشكلة دلوقتي، إحنا عندنا تخيلوا كده في حاجة اسمها في برضه نفس المثال إن إحنا عندنا الحياة ما فيهاش غير مجموعة كلمات صغيرة، فعندنا أحمد ولفظ سارة. إحنا بس بنتخيل ده كده عشان نعرف نrepresent vector بمجموعة characteristics إحنا عارفينها عشان نفهم الconcept. فهنلاقي مثلًا أحمد وسارة دول آمم هُم الاتنين person. بس يعني دلوقتي لو الجملة أحمد لفظ سارة غير سارة لفظ أحمد، المعنى هيختلف. فهنلاقي إن إحنا محتاجين كمان نadd الmeaning بتاع الposition بتاع كل كلمة في الvector بتاعنا عشان خاطر تبقى تrepresent بشكل مضبوط. فكأن كده دلوقتي في الوضع الحالي إحنا عندنا vector في بيrepresent هو الشخص ده is a person والّا is an action والّا doing the action والّا receiving the action. initially كده الembedding vector هو أنا مdefine إن أحمد ده مجرد person وسارة مجرد person واللفظ ده مجرد action. بعد كده بقى عندي حاجة اسمها الpositional encoding. الpositional encoding ده نتخيل كده إن هي أرقام ثابتة vectors ثابتة. فالvector الأولاني لو الحاجة في position 0 ده معناها إن الشخص who is doing the action، ولو هي position 1 the action itself، ولو position 2 who is receiving the action. هو كأن يعني أي جملة مكونة من فورمات زي كده، فأنا قادر أعبّر بالpositional vector ده عن تأثير الposition على الكلمة. هنجمع الpositional vector ده على الmeaning vector هيطلع لنا بقى إن أحمد ده is a person وdoing the action، وسارة برضه is a person بس receiving the action عشان جمعنا عليها الpositional encoding vector. فده بكل بساطة concept الpositional encoding، إن إحنا عندنا المعنى ممكن يتأثّر باختلاف الlocation بتاعه، فبيبقى في بقى مجموعة vectors كده أرقامها ثابتة. طبعًا المثال اللي فات كان مثال كده بسيط كأن إن أي جملة هي الفورمات بتاعتها يا إما who is doing the action دي بتبقى أول كلمة، the action itself تاني كلمة، who is receiving تالت كلمة. بس في الحقيقة هي مش كده، الموضوع بقى complicated عن كده شوية. فبيبقى في بقى vector أكبر كده شوية بيبدأ يrepresent على position الكلمة، بس دايمًا الأرقام ثابتة، يعني position 0 دايمًا هيبقى هو الposition دايمًا هو الvector ده،
position 1 دايما هيبقى الفيكتور ده، حتى لو اوردر السنتنس نفسه اختلف، فكل بوزيشن البوزيشنز نفسها ثابته، دي ارقام ثابته. فاللي بيحصل ايه بقى، ان احنا بناد الامبيدنج اللي احنا جبناه من الخطوه اللي فاتت بلس الفيكتورز الثابته اللي بتعبر عن البوزيشن دي، الاثنين بيتجمعوا مع بعض بيطلع لي الفيكتور النهائي اللي هو بيعبر عن معنى الكلمه بلس تاثير البوزيشن عليها. طيب دلوقتي احنا شفنا خلاص ان احنا عندنا الامبيدنج لاير دي بتبدا بعد التوكنايزيشن حولت لي الكلمه لفيكتور بيريبريزنت عن كاركتر، كانه بيريبريزنت كاركترستكس الكلمه كده او معناها ايه. وبعد كده لقينا ان المعنى لوحده مش كفايه، فرحنا جمعنا عليها البوزيشنال انكودنج فيكتور اللي هي فيكتورز ثابته بتعبر عن البوزيشن بتاع كل كلمه، فبتاد المعنى بتاع البوزيشنز. ودي برضو بقى بتتجاب بابروتشز برضو ثانيه. بس عند النقطه دي دلوقتي احنا عندنا فيكتور بيريبريزنت معنى الكلمه والبوزيشن بتاعها. هيخش بقى دلوقتي على المرحله الثالثه اللي هي الترانسفورمر بلوك، وبعديها هيخش على مرحله اسمها ال ام هيد، هنتكلم عليهم دلوقتي. طيب اهم كونسبت في موضوع الترانسفورمر ده حاجه اسمها السيلف اتنشن. احنا عايزين نعمل ايه؟ يعني مهم كده، يعني الموضوع ده اللي بيلخبط فيه ساعات، ان الواحد ما بيبقاش عارف اصلا هو عايز يطلع بيه من الترانسفورمر ده. هو الترانسفورمر او مرحله السيلف اتنشن بالاخص دي بارت من الترانسفورمر، هدفها ان هي تعمل زي سوشياليزيشن كده. يعني ايه؟ بدل ما انا كان عندي كل دلوقتي عندي انبوت كلمه، فيكتور كده بيعبر عن الكلمه وكمان بيعبر عن البوزيشن بتاعها، احنا لا عايزين كمان، مش السياق ساعات بيأثر على معنى الكلمات، يعني ممكن السياق يفرق في معنى الجمله كله، يعني عايزين نشوف تأثير الكلمات على بعض، الكونتكست اوير فيكتور، نطلع من البروسيس دي تأثير كل الكلمات على بعض. يعني ايه؟ يعني عندنا كلمة ذا دلوقتي، كلمة ذا دي كانت فيكتور الأول خالص، بيعبر عن كلمة ذا، وبعد كده بيعبر عن البوزيشن بتاعها. بيخش يتعمل له حاجة اسمها ديكومبوزيشن، بيتضرب كده في ماتريسيز، فبدل ما كان فيكتور بيعبر عن الكلمة بقى 3 فيكتورز، واحد اسمه كيو، واحد اسمه كي، او واحد اسمه كي، كويري وكي وفاليو. الكويري ده بيبدأ يسأل سؤال، والكي ده يبدأ يقول لو حد بيسأل السؤال فهو ده الرد بتاعي، والفاليو دي القيمة بتاعت كل كلمة. خلينا عشان نفهم ناخد كده كلمة أوضح، ناخد ايجيبت مثلا. فايجيبت هتسأل تقول ايه؟ هتقول which city is my capital here، والكيب هيقول I am Egypt the country، والفاليو هتقول if I am blended in I add plain country meaning. طيب ايه يعني الكلام ده بيحصل في ايه؟ هو السيلف اتنشن ده كل كلمة بتبدأ تسأل الكلمات التانية الأسئلة دي، تبدأ تسألها كويري. فايجيبت ده هيبدأ يسأل كل الكلمات التانية الكويري دي، فهيبص كده هيلاقي ان هو لما بيسأل سؤال which city is my capital، هيلاقي capital، هو بيبدأ يسأل مين؟ الكي بقى، بيبدأ يبص على الكي بتاع كل كلمة، فلقى ان كلمة capital بتقول I am capital the main city of country، فلقينا السؤال ده بيماتش شوية الإجابة دي، فمعنى كده ان الكلمتين دول بيأثروا على بعض بنسبة كبيرة، فهنلاقي نسبة كايرو عالية شوية. فنفس الكلام هنضرب ايجيبت مع بقية الكلمات كلها، بس كمان منهم كلمة كايرو، هنلاقي كايرو الكي بتاعها ايام كايرو ذا سيتي، فهنلاقي برضو ان هي بتامباكت شوية الكويري، فهنلاقي البرسنتج بتاعت كايرو عالية قوي. فكل اللي بيحصل ان كل كلمة بتبدأ تسأل السؤال الكويري لكل الكيز اللي هي موجودة في الكلمات التانية، وبتبدأ كده تطلع كده برسنتج عن طريق ان انا ضربت الكويري فيكتور في الكي بتاع كل الكلمات التانية، فبيطلع لي بقى برسنتج لكل واحدة. باخد البرسنتج دي واضربها في الفاليو بتاع كل كلمة. يعني ايه؟ يعني كلمة ايجيبت دي خلاص لقيت ان ذا بتامباكت عليها بنسبة 5%، فهضرب ال 5% تايمز الفاليو بتاع كلمة ذا. نفس الكلام لقينا ان هي كلمة ايجيبت دي كلمة كابيتال بتأثر عليها بنسبة 28%، فهنضرب 28% في الفاليو بتاعت كلمة كابيتال اللي هي القيمة دي. فعملية الضرب دي كلها كده بتطلع لي فيكتور. الفيكتور ده بقى هو اللي بنسميه كونتكست اوير فيكتور، فيكتور بيعبر لي عن
تأثير الكلمات على بعض. هنلاقي مثلا هنا كلمة capital بتبدأ تسأل سؤال لكل الكلمات التانية which country and which city finish my meaning. لما هتبص كده هتلاقي في ايجيبت وكايرو دي اكتر كي بيمباكت الكويستشن ده لما نيجي نضربهم في بعض. فهتلاقي الفيكتور بتاع الكويري ده قريب شويه من الفيكتور بتاع الايجيبت وكايرو، فهتلاقي البرسنتج بتاعت ايجيبت وكايرو عاليين احنا لما ضربناهم في بعض. فخدنا بقى البرسنتج دي مع طبعا التاثير بتاع الكلمات التانيه كلها، وطلعنا ضربناهم في الفاليوز زي ما لسه قايلين، وبنطلع الفيكتور بتاع الاتنشن ده بس. فدي قصه السيلف اتنشن. طيب عندنا كونسبت تاني اسمه ماسكد سيلف اتنشن. ده بيبقى كل كلمه بتبدا تعمل نفس اللي لسه شارحينه بالظبط، بس للكلمات اللي قبليها، يعني الكلمه نفسها واللي قبليها. يعني ايه؟ يعني دي بتبدا تسال سؤال بس هتساله لنفسها والكلمات اللي قبليها. فهتبص كده هتلاقي اكتر كلمه بتاثر عليها هي الكلمه نفسها، عشان مفيش كلمات تانية اصلا. فهي دي هتبقى الفاليو، واحد في الفاليو. كابيتال بقى هتبدا تسال نفسها وتبدا تسال الكلمه اللي قبليها. اوف هتبدا تسال نفسها والكلمه اللي قبليها والكلمه اللي قبليها، لغايه بقى هنيجي عند كايرو هنبص هنلاقيها بتسال كل الكلمات اللي موجوده. فكايرو دي بتبدا تسال which country names me. هتلاقي السؤال ده بيماتش الكي بتاع ايجيبت I am Egypt the country. هتلاقي نسبة ايجيبت دي اعلى نسبة، وبرضه هتلاقي كابيتال امباكت بتاعها عالي على السؤال. هتقدر تجيب بقى الكونتكست اوير فيكتور كده، بس ده بقى بابروتش تاني اسمه ماسكت سيلف اتنشن. طيب عشان محدش بس يتلخبط، احنا فين؟ احنا دلوقتي شرحنا كده كونسبت اللي هو السيلف اتنشن والماسكت سيلف اتنشن. ده كونسبت بس خليه على جنب دلوقتي، هنشوف استخدامه ايه في الترانسفورمر. بس احنا يعني واقفين دلوقتي عند البوزيشنال انكودنج. شرحنا البوزيشنال انكودنج اللي هو الانبوت بتاع الترانسفورمر. دلوقتي هنشرح بقى الترانسفورمر لغايه ما نشوف الاوتبوت بتاعه. بس عايزين نتكلم الاول ايه الترانسفورمر ده كده. دي بيبر اتنشرت سنه 2017 اسمها attention is all you need. دي من اشهر البيبرز، حتى بص عليها سايتيشنز قد ايه. كان دي اول بيبر تنتروديوس الترانسفورمر. بعد كده جت سنه 2020 جت جي بي تي موديل بقى، اتعمل له بابليكيشن بالبيبر دي. ابتدت تستعمل بارت، يعني الترانسفورمر ده كان فيه لاير اسمها انكودر ولاير اسمها ديكودر. في جي بي تي بقى دي اللي هي بقى جي بي تي 3، بعد كده بقى في بقى جي بي 2 4 وكده. من اول جي بي تي 4 ما بقاش بقى الاركتكتشر تبقى بابلشد، استعملت البارت بتاع الديكودر بس من الترانسفورمر. فبس عشان يعني الناس تعرف احنا بنشرح ايه بالظبط في الترانسفورمر، بنشرح الاركتكتشر اللي اتعمل بيها جي بي تي 3 اللي هي من الترانسفورمر الاساسي هو بارت الديكودر. بس هنتكلم يعني كل التفاصيل اللي لها علاقه بجي بي تي 3. طيب اول حاجه عندنا الانبوت هو التوكنز. التوكن فيكتور ده اللي هو الفيكتور اللي جاي طالع بعد الامبيدنج والبوزيشنال انكودنج. ده كان بيريبريزنت ايه؟ بيريبريزنت يعني دلوقتي عايزين نركز على اخر توكن، هنعرف ليه. يعني دلوقتي هنركز كده، حاطط اكزامبل في كل تاب لاخر توكن، بس هنعرف اشمعنى اخر توكن. اخر توكن هنا اللي هي علامه الاستفهام دي، فهي بتريبريزنت ان هي علامه استفهام، وان هي في بوزيشن 7. فدي جايه من من الامبيدنج ميننج. فهو الفيكتور اللي بيريبريزنت الميننج بتاعها، ودي من الفيكتور اللي اتقاد عليه اللي هو في البوزيشنال انكودنج. بعد كده بقى بتبدا تخش على الترانسفورمر. الترانسفورمر ده اول حاجه، بس اللايرز اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي دي كلها متكرره 96 مره. يعني بعد ما يخلص اللايرز دي هتتكرر تاني تحتيها ل 96 مره. فاحنا دلوقتي هنتكلم على مره من ال 96 بس، ده كله ريبيتد يعني 96 مره. فاول مرحله بيخش على حاجه اسمها لاير نورماليزيشن. طيب اللاير نورماليزيشن دي ما هي الا زي مابينج فانكشن كده، او زي تنورماليز الفيكتور. لو الفيكتور رقمه كبير تنورماليزه لارقام صغيره. ليه؟ تخيلوا كده احنا عندنا بصوا، ده بقول مكرر 96 مره. دي كلها عباره عن فيكتورز بتتضرب في ماتريسيز وهكذا، وتبدا تتجمع على ماتريسيز. فلو قعدنا نعمل كده من غير موضوع النورماليزيشن كل ستيب، هتبص هتلاقي الفيكتور ده قاعد عمال يكبر معاك بقى قيمه كبيره جدا. حته النورماليزيشن دي برضو من الكونسبتس اللي دايما موجود في كل اركتكتشر، عشان كان بيعالج مشكله كده اسمها الفانيشنج جريدينت. مشكله مشهوره يعني في التريننج، ممكن نبقى نتكلم عليها في سيشن منفصله. فخلينا بس دلوقتي كده نفوكس ان اللاير نورماليزيشن بارت دي ما هي الا بتماب او بتنورماليز الفيكتور لارقام صغيره. طيب ماسكد مالتي هيد سيلف اتنشن لاير بقى، دي مرحله السيلف اتنشن اللي اتكلمنا عليها، اللي هي كل توكن بتبدا تكلم التوكنز بس اللي قبليها. دي بقى اللي هي البارت الماسكد. تبدا تكلم كايرو، هتبدا
تشوف هل الايز بتاتند ليها ولا لا. وشفنا كده السلايد اللي فات ده بيحصل ازاي بالكيو والكي والفي وكده. فلو هنيجي مثلا عند الكويشن مارك دي، بدل ما هي كانت في الاول هي بقى كل الفيكتور بيريبريزنت ان هي كويشن مارك، وان هي بوزيشن 7 مثلا من الامبيدنج فيكتور بلس البوزيشنال انكودنج. دلوقتي لا، هتلاقي بقى في فيكتور جديد طلع معانا. الفيكتور ده بيريبريزنت ايه؟ بيريبريزنت ان انا I am a question mark at the end of the sentence that's asking whether Cairo is the capital of Egypt. فبقى في علاقة ما بين الكويشن مارك دي وما بين ايجيبت وما بين الكابيتال، وبقى في فهم للسياق اللي موجود. فدي مرحلة الماسكت سيلف اتنشن. ده بيحصل على كذا هيد. كذا هيد يعني ايه؟ يعني ده مثلا ممكن مرة كل كلمة بتبدأ تسأل الكويري بتاعها أنا إيه الكلمات اللي بتأثر عليا. مرة تسأل على الجرامر مثلا، انا الجرامر بتاعي وضعه ايه في الجمله. فكل مره ممكن الكويريز دي بتختلف. فده الموضوع المالتي هيد، ده بيتكرر كده على هيدز مختلفه او مرات مختلفه كده جنب بعض. كل مره بتبدا تبص على حاجات مختلفه عشان خاطر تفهم السياق بشكل معين. فخلاص فهمنا هنا السياق بتاعنا. فدلوقتي بقى معانا فيكتور بيريبريزنت الكونتكست بتاع كل كلمه. كل كلمه ايه تاثير الكلمات التانيه عليها، كل كلمه ايه تاثير الكلمات التانيه عليها. الريسيدوال اد دي بقى بتاد الفيكتور الاساسي بتاعنا اللي هو طالع بعد مرحله اللاير نورماليزيشن، اللي هو بس اللاير نورماليزيشن دي ما هي الا بتمنع ان الفيكتور يكسباند يبقى رقم كبير قوي او يبقى رقم صغير قوي، بتحكمه ان هو يبقى نورماليزد في رينج معين. الريسيدوال اد دي بتجمع الفيكتور ده اللي هو المعنى الاساسي اللي معايا، اللي هو بيبريزنت ان دي كويستشن مارك وهي في بوزيشن 7، بلس بقى مع المعنى الجديد اللي احنا حطيناه اللي هو الكونتكست اوير. فهتلاقي دايما يعني انا في الستيب دي هدفها ان هي تجيب لي فيكتور بيريبريزنت الكونتكست بتاع كل الكلمات على بعض، بس انا لسه عايز احتفظ بالمعنى الاصلي بتاع الكلمات. فعشان كده بدل ما ادخلها على طول على المرحله اللي بعديها، بجمعها على المعنى الاصلي. فهي دي الريسيدوال اد، بتاد الاوتبوت اللي طلع مع الستيب اللي قبليها. فهنلاقي هو ده الاوتبوت اللي طلع الجديد بتاعنا. بس بعد كده بتخش بقى على مرحله اللاير نورماليزيشن تاني، بتخش على مرحله جديده اسمها فيد فورورد. طيب احنا عشان بس الموضوع ما يبقاش ملخبط، احنا كنا كل اللي بنعمله ان احنا كان عندنا فيكتور. الفيكتور ده كان الاول بيبريزنت المعنى، بعد كده دخل عليه البوزيشنال انكودنج، بقى بيبريزنت تاثير البوزيشن كمان على الفيكتور. بعد كده دخل عليه الماسكد مالتي هيد سيلف اتنشن، بقى يبريزنت كمان الكونتكست بتاع الكلمات التانية او تاثير الكلمات التانية عليها. فدلوقتي بقى كل ده اتجمع على بعضه وهيخش على مرحله اسمها الفيد فورورد. المرحله دي بس ممكن كل اللي بيحصل فيها ان ده السينكينج الفعلي. كل توكن دلوقتي بقت مجمعه معلومات كتيره جدا. فالفيد فورورد دي كل توكن بتبدا تفكر في المعلومات بتاعها. كان اخر توكن دي فور اكزامبل اللي هي كويستشن مارك، فهيطلع لي فيكتور بيريبريزنت ان بدل ما كان فيكتور بيريبريزنت ان انا كويستشن مارك بس في الاول خالص، لا بقى ان انا كويستشن مارك وفي اخر السنتنس، وبحاول اسال هي كايرو كابيتال اوف ايجيبت، هي كايرو كابيتال اوف ايجيبت، فالمفروض الانسر يبقى يس. فدي بتبدا تفكر بقى في كل الكونتكست وتنظم كده الكونتكست بشكل يساعدنا بعد كده ان احنا نقدر نبريدكت الاوتبوت توكن بشكل مظبوط. وكمان في كده معلومه ان هم بيتخيلوا البروسيس دي بتحصل ازاي. ان احنا عندنا الفيكتور الاصلي السايز بتاعه 12288، بيحصل له اكسبانشن لفيكتور السايز بتاعه 49152، بعد كده بينزل تاني للسايز الاصلي بتاعه. فهم بيتخيلوها بيقول لك كأن عندك مثلا صورة على اللابتوب، الصورة دي فيها تفاصيل كتير وانت خلاص جمعت كل التفاصيل، فبتحطها على سكرين كبيرة تقعد تفكر في التفاصيل دي وخلاص لغاية ما تفهمها وترجعها تاني للسايز الأصلي بتاعها. فدي مرحلة ماثيماتكس بتبدأ تريبريزنت الماثيماتيك مينينج اللي احنا بنتكلم فيه. فبس كده بقى عندنا فيكتور عملنا اديشن بقى. يعني الفيد فورورد دي بعد ما خلصت هتبدأ تخش على الريسيدوال اد. قلنا الريسيدوال اد دي بتاد اللاير اللي قبليها على اللاير دي، يعني هنقاد كل اللي احنا جمعناه مع بعض. عملنا اد للفيكتور الاساسي بلس البوزيشنال انكودنج بلس الماسكد مالتي هيد سيلف اتنشن بلس الفيد فورورد اللي هي مرحله السينكينج. كل ده بقى في فيكتور واحد محطوط هنا. فطبعا كل ده بقى بيقعد يتكرر 96 مره لغايه ما يقدر يوصل لي
للvector اللي يقدر بعد كده أستخدمه إن أنا أعرف منه الإجابة إيه، لغاية ما باخش على مرحلة اسمها LM head. مرحلة الLM head دي بقى عندنا دلوقتي كل token بقى فيها الvector اللي بيrepresent كل الحاجات اللي اتكلمنا عليها دي. بس هي بتبُص على آخر واحد بس، عشان كده حتى في المثال بتاعنا كنا قاعدين بنبُص على آخر token بس، عشان ده اللي بيستخدم في الآخر، في آخر مرحلة خالص. فالvector الأخير ده خالص، ده اللي قُلنا الsize بتاعه 12288 بيبدأ يتضرب كده في matrix. الmatrix دي الsize بتاعها بsize الكلمات اللي عندي كلها، كل الvocabulary اللي عندي times 12288، يعني عندنا كل كلمة represented بvector كده. فالmultiplication ده بيmap الsyncing اللي حصل وكل اللي حصل ده لحاجة اسمها logits. logits دي كأن كده عندي yes ب7.8 no ب6.2، كل كلمة ليها رقم. طب إيه الرقم ده؟ لمّا بنيجي نعمل له نعدّيه على activation function كده اسمها softmax، بيحوّله لprobability، كأن yes 52%، no 28%، the 6%. فبنبدأ نpick الhighest probability، وهي دي الtoken اللي بتتحط في الnext process، وبتبقى loop بقى. يعني إحنا دلوقتي السؤال ده إجابته هي yes بس، بس لو السؤال إجابته أكتر من token بقى زي ما بنقعد نتشات مع أي chatbot، هتلاقي بقى الoutput ده هيconcatenate مع السؤال ويخش في loop وهكذا. فبتفضل loop كده تعدّي على كل الarchitecture بتاعنا ده، وكل مرّة بيpredict one token بس. طيب إحنا قُلنا أول حاجة عندنا الinput. إحنا قُلنا الLLMs الlarge language models ما هي إلا auto completion بيخش في loop، كإنّك كده بتخش تكتب prompt بدل ما يرُد عليك مرّة، لأ هو بيرُد كلمة، 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 فكإنه auto completion. كأن دلوقتي لمّا مدّي له the capital of Egypt is، هو بيحاول يpredict كلمة كايرو. فبيخش على مرحلة اسمها الtokenizer، بيبدأ يحوّل الtext اللي أنا حاططه له ده لtokens، وكل token بيبقى ليها ID. الID ده بيخش على vectors كبيرة كده، على زي table كبير كده، كل table فيه vector مكوّن من 12288 لموديل GPT-3. وقُلنا ليه بنتكلم على موديل GPT-3 عشان ده كان آخر architecture published من OpenAI، وبعد كده GPT-4 بقى وكده بدأت تبقى hidden. وبعد كده شُفنا الvectors دي بمثال بسيط عشان نتخيّل يعني إيه vectors أصلًا، ويعني إيه كل vector بيrepresent كلمة، وليه بعد كده بقى في الreal life الvectors بتبقى أرقام كبيرة كده. بعد كده الvectors بقى اللي بتrepresent معنى الكلمات تبدأ تعمل لها addition على fixed pattern كده، represent position الكلمات في الsentence. وشُفنا الpositional encoding ده في مثال بسيط الأول، وعرفنا إن هو fixed pattern، هي حاجة ثابتة بتتadd على الvector الأساسي، بتadd معنى للposition كمان، لتأثير الposition على الكلمة. بعد كده بقى دخلنا على مرحلة الtransformer اللي هي بتتقسم لmasked self attention وfeed forward neural network. في الmasked self attention دي قُلنا إن هي كل token بتبدأ تsocialize مع الtokens التانية عشان تعرف تطلّع context aware vector متأثّر بالسياق بتاع الجملة. فنقدر من هنا كمان زي ما جِبنا معنى كل كلمة وجِبنا تأثير الposition عليها، نجيب كمان تأثير السياق على الكلمة. بعد كده بتخش في مرحلة الfeed forward network، ودي المرحلة اللي بيحصل فيها syncing فعلًا. كل بقى vector بدل ما كان بيبُص على الtokens التانية، هنا لأ بيبُص على نَفْسه وعلى كل المعلومات اللي جمّعها من الpositional encoding ومن الvector نَفْسه ومن الcontext aware، وبيبدأ بقى يحاول يpredict الإجابة، لغاية بقى ما في الآخر خالص الإجابة كده كانت بتطلع لنا في شكل اسمه logits، بيتعمل له بالsoftmax activation function، بيتحول لpercentage زي كده. طيب الsession الجاية بقى هنتكلم على مرحلة الtraining. إحنا دلوقتي شُفنا الarchitecture بتاعة الtransformer والflow كلّه بيبقى ماشي إزاي. عايزين بقى نبدأ نتكلم إزاي الparameters بقى دي الweights والflow بتاع الtraining ده بيحصل. هنتكلم كده على كذا stage إن شاء الله لغاية ما الموديل بيبقى trained وقادر يجاوب علينا كده. هاشوفكم بقى الsession الجاية، ويا رب تكونوا استفدتم، والسلام عليكم.